السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا حضراتكم في غنى عن معرفة البرامج اللي دارت في شهر رمضان الكريم، وكان برنامج الأستاذ محمد رمضان اللي هو مدفع رمضان، اللي كان بيوزع للناس الغلابة ب200,000 جنيه في الشوارع وفي البيوت وعلى أرقام التليفونات، واللي كان بيظهر رقم تليفونه عنده كان بيتصل عليه ويقول له تعالى خد الفلوس من هنا. أما بالنسبة للأستاذ رامز 2025 كان عامل برنامج كوميدي، وكان في سؤال في آخر الحلقة، وكان اللي يكسب 100,000 جنيه. أما بالنسبة للقنبلة وهو كان الأستاذ سامح حسين، البرنامج بتاعه بعد ما قال بأن البرنامج بتاعه ما صرفش عليه جنيه واحد، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى البرنامج خد نمبر 1. وسيادة الرئيس بنفسه في حفل الافطار بالقوات المسلحة اتكلم مع الفنان سامح حسين واقنع الجميع بان البرنامج كان ناجح وبرنامج حلو جدا. وطبعا دلوقتي فيه هجوم قوي جدا على الاستاذ سامح حسين، ويقولوا بان البرنامج بتاعه مش حلو وان البرنامج بتاعه مش مقنع، وناس كتيرة جدا بتهاجم الفنان سامح حسين. وطبعا عايزين حضراتكم تقولوا لنا في التعليقات بعد سيادة الرئيس حفظه الله ورعاه قال كلمته عن الفنان سامح حسين. وكلمتي لك أستاذ سامح حسين، ربنا يوفقك ويزيدك كمان ويصلح حال الجميع.